بهذه النتيجة نادي الاهلي يقدر ان هو يصعد، يقدر ان هو يقدم، يقدر ان هو يكون ليه شكل تاني في البطولة. طبعا احنا شفنا انتهاء المباراة بتاع السان داونز والهلال بالتعادل 1-1، ويحيي امال النادي الاهلي. طبعا دي مش صدفة، للمجتهد ان شاء الله بيبقى ليه نصيب. ملناش دعوة بقصة المباراة بتاعت 5-2، لها ظروفها. ممكن تبقى دي بداية الانطلاقة نحو سنتين من العطاء، سنتين من الانجازات، زي ما حصل قبل كده واتغلبنا 5 من نفس الفرقة، وخدنا بطولتين في كأس افريقيا وبرونزية كأس العالم. فنقدر من هنا تبقى هي دي البداية وتقديم جيل جديد للنادي الاهلي يقدر يصنع الانجازات والبطولات. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، بصراحة يوم جميل جدا. وامبارح كان يوم اجمل مع ماتش الاهلي والقطن اللي خلص بنتيجة 4-0 مع الرأفة، وتألق فيه لاعبنا كهربا وبيرستاو، وكانوا يقدروا يزودوا الاهداف اكتر من كده. لكن المباراة الحمد لله خلصت بهذه النتيجة، وهي مباراة خادعة. لما نقول ان احنا كسبنا 4، لا، برضو في خلل عندنا وفي مشاكل عندنا كتير، منها طبعا في حراسة المرمى. زي ما احنا عارفين الشناوي أداؤه مهتز، طاقم الدفاع الخلفي في مشاكل كبيرة جدا جدا. بنتمنى من الإدارة الفنية للنادي الأهلي إن هي تبدأ إن هي تخطط لخط الدفاع، سواء باللي احنا نجيب لعيبة جديدة في خط الدفاع، ولكن طبعا ده هياخد وقت كبير، لان خلاص ما عندناش بقى الميركاتو الصيفي لسه بقى طبعا شهور. فعايزين بالقماشة اللي عندنا نقدر اللي احنا نوظفها بحيث الاداء الدفاعي يبقى احسن وامتن، خصوصا اللي احنا عندنا ماتش كبير جدا جدا مع الهلال السوداني. الماتش ده يا جماعة مفترق طرق. طبعا في ناس كانت بتقول لك لازم نكسب اكتر من 2. لا يا جماعة، احنا عايزين هدف واحد بس، مش اكتر من كده. طبعا احنا عارفين فرق الاهداف. يعني الفرقتين عندهم كل فرقة 3 اهداف زيادة، فبالتالي هم متعادلين في الاهداف. نيجي بقى للمواجهات المباشرة. لو انت كسبت 1، احنا كده هنتقدم عليهم بهدف، لان احنا متعادلين لغاية دلوقتي في الاهداف. فبالتالي مش هناخد المواجهات المباشرة، هناخد فرق الاهداف. اولا فرق الاهداف لو احنا كسبنا 1 لصالح النادي الاهلي، بنتمناها ان هي تبقى اهلاوية، بنتمناها اللي احنا نكسب باكتر من هدف. ليه؟ عشان نقتل الماتش، ما نعملش زي الدوري اللي احنا نجيب 1 وفي اخر الماتش لا قدر الله يحصل اي مشكلة. ساعتها جيل بحاله هيدفع الثمن، وجمهور النادي الاهلي مش مستحمل يا جماعة. النادي الاهلي هو ممثل مصر في البطولة ديت كالعادة. فبالتالي عايزين الناس كلها تقف مع النادي الاهلي. قصة دخول 10,000 متفرج اصبحت واهية، طبعا ما ينفعش. احنا شفنا دلوقتي في جنوب افريقيا كومبليت، كان الماتش امبارح في الكاميرون كان ممكن برضو الاستاد يبقى كومبليت، بس الجماهير ما راحتش. شفنا نهائي الكأس مع الوداد كأس افريقيا، كان الاستاد كومبليت، وكأن النادي الاهلي مطالب ان هو يلعب تحت ضغط جماهيري في البلدان التانية. نيجي بقى هنا يقول لك 5,000 متفرج او 10,000 متفرج مع استاد كبير زي استاد القاهرة. طبعا مش هيبقوا متواجدين، هيبقى شويه كده في التالتة شمال، وده ما ينفعش. احنا بالطالب بقى يعني اقل ما فيها 30,000 متفرج يا جماعه. الماتش ده حياه او موت، لازم ان شاء الله اللي احنا نكسب ونأدي. طب انت دلوقتي لو انت عندك دعم جماهيري كبير وحسيت كلاعب ان مصر كلها واقفه معاك، ايه اللي هيحصل؟ اللعيب هيقدر يطلع طاقته وهتبقى طاقة إيجابية يقدر من خلالها يقدم مستويات رائعة نكسب بيها ماتش الهلال. خصوصا ان الماتش الهلال احنا مش عايزين نكسبه بس، في مشكلة نفسية مع الفرق السودانية وخصوصا الهلال. احنا عارفينهم ان هم ما بيحبوش النادي الاهلي، ولغاية دلوقتي كل يوم يطلعوا اشاعات وكلام كبير ان الاهلي ابن الكاف المدلل، وطبعا مشاكل كتير واهانه للعيبه واهانه للمصريين هناك، وكأن الناس دي نسيوا نفسهم ونسيوا فضل مصر عليهم. انت دلوقتي لو جيت على حجم الجاليه السودانيه اللي عايشه معانا هنا وبتاكل من اكلنا بدون ما يدفعوا ضرائب وبيتعاملوا كالمصريين بالظبط،
تمام، وفضلنا مش هنقول عليهم، لا احنا كلنا واحد. ولكن هو ده اللي انت بتقدمه لنا لما نيجي في بلدك. افتكروا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها كان ممكن تحصل مشكله زي بتاعه بورسعيد في السودان. طبعا هنقول ان في اقلام هنا بتشعل المواضيع وهي معروفه طبعا، سواء خالد الغندور او حد في قناه نادي الزمالك. ولكن احنا برضو بنطالب الاخوه في السودان لما نروح عندكم يبقى المعامله معامله اخ لاخوه. فبالتالي ما تستنوش مننا اللي احنا هنستقبلكم بالترحاب، ده مش هيحصل. انتوا في قلوبنا ما بقاش ليكوا وجود. فبالتالي اللي ما بيننا وما بينكم كوره، من حقنا نعمل اي حاجه طالما ما بنعديش اللوائح والقوانين. يعني بمعنى ممكن احطك في فندق في اخر الدنيا، دي حاجه شخصيه، تمام؟ ادي ممكن العبك في اي وقت يكون لصالحي. اي حاجه هتخذها حتى كجمهور لمسانده النادي الاهلي واضعاف فرصهم هنعملها، لان الناس دي ما بتحبناش. وبالتالي احنا مش هنقول ان احنا هنبادلكم بنفس القصه، لا. النادي الاهلي كبير، مصر كبيره، فبالتالي مش شويه غوغاء هيقدروا ان هم يعملوا مشاكل. ولكن احنا هنبعت لهم رساله ان وجودكم هنا في مصر غير مرحب بيه. دي قصة النادي الأهلي، وإن شاء الله نصعد وإن شاء الله نوصل لأبعد مدى، وليه لا يمكن نوصل للنهائي، وممكن قبل النهائي وممكن نلاعب صن داونز تاني وناخد بقى إيه حقنا كرويا، لأن النادي الأهلي كان مهزوز في ماتش ال5-2 ونازل مهزوم من قبل ما يلعب اللقاء. إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يخلينا كالعادة يفرحنا ويبقى هو مصدر السعادة، إن شاء الله ده هيحصل. طبعا احنا عندنا ماتش في كاس الرابطه مع المصري، طبعا في ضغوط وفي مشاكل كتير في الفريق، فبنطالب الماتش ده ان هو يتاجل، لان احنا طبعا هنلاعب الهلال في شهر ابريل ان شاء الله. فكل الدعم للنادي الاهلي حبيب الملايين، وان شاء الله نقدر نبارك لبعضنا بعد ما نتخطى عقبه الهلال ان شاء الله. طبعا شفنا لقاء الزمالك امبارح والترجي. انا عن نفسي كنت بحاول ان انا اشجع نادي الزمالك، مع اني من جوايا طبعا كاهلاوي رافض المبدا ده تماما، لان هم نفس الحكايه. ما تنساش ان مثلا واحد زي احمد عيد عبد الملك وغيره من الناس اللي لعبوا كوره بيطلعوا بالبق المليان كده ويقول لك انا بتمنى خساره النادي الاهلي، مع ان ده لاعب. فبالك الجمهور، انا من الجمهور. فبالتالي بعد اول 10 دقايق انا كنت بتمنى الزمالك طبعا ان هو يطلع بره البطوله، وده مش امر صعب، لا. ده حتى في جميع البلدان بيبقى في ديربي بين فرقتين، الاثنين بيتمنوا ان هم يتباروا على بطوله والفرقه الثانيه تطلع، فده امر طبيعي. ولكن نادي الزمالك واخد على كده بقاله 20 سنه. انت بقالك 20 سنه مش عارف توصل او تتخطى دوري المجموعات، ما فيش الا مره واحده تقريبا، اللي هو نهائي القرن اللي احنا برضو اديناهم على عينيهم وكسبنا. فمحدش يزعل من جماهير نادي الزمالك. انا اخويا زملكاوي، خلي بالكم، قرايبي فيهم ناس زملكاويه، ناس محترمه. تحيه خاصه طبعا لجماهير نادي الزمالك، احدى قلاع الكره المصريه، وجماهير نادي الزمالك جماهير محترمه جدا زي جماهير النادي الاهلي. بنتمنى ان احنا نتحد عشان بعد كده نقدر نواكب المشاكل اللي بتحصل، والكره المصريه في مشاكل فعلا يا جماعه. بنتمنى ان الموضوع ده يخلص ومصر ترجع لعهدها السابق، ايام ابو تريكه بقى وفلافيو والكره الحلوه، ومنتخب مصر لما كسبنا او اتغلبنا من البرازيل ب 4-3 وكسبنا ايطاليا. بنتمنى الجيل ده يرجع تاني، مش هيرجع الا بحب الجماهير مع بعضيها، وده مش كلام انشا، فعلا لو تكاتفنا كلنا الكره المصريه هتزدهر زي الاول. فهارد لك لنادي الزمالك، انت دايما مصدر السعاده بالنسبه لنا. مصدر السعاده الاول هو النادي الاهلي بفوزه، انتوا مصدر السعاده الثاني بتعادلكم وخسارتكم كالعاده في جميع البطولات. مش هطول عليكم اكتر من كده، يا ريت اللي ما تابعش قناه وليد حلمي الاهلاوي تابعني، فعل زر الجرس يصلك كل جديد، واستنوني في فيديوهات قادمه. والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.